تعالوا نعرف يا أصحابي إيه معنى كلمة تدشين. التدشين هو تكريس أو تخصيص أشياء معينة لربنا، والتدشين هو عيد ميلاد للكنيسة، وده بيكون احتفال للكنيسة اللي بيتم تدشينها، وبيحصل التدشين مرة واحدة بس في عمر الكنيسة زي المعمودية، وبنستخدم زيت الميرون في اليوم ده زي ما بنستخدمه في سر المسحة المقدسة. ومعظم الصلوات يا أصحابي بتاعة التدشين بتكون من صلوات تدشين هيكل الملك سليمان، ومعاني الصلوات بتكون عن الرحمة، وإن الإنسان بيتقابل مع ربنا وبيطلب منه الرحمة. ومن ضمن الصلوات بيتقال كيريا ليسون يا رب ارحم مرات كتيرة، بيترشم المسبح بعلامة الصليب، وبعد كده بيتمسح المسبح بزيت الميرون، وبنقول اسم المسبح ومكانه والبلد اللي بيكون فيها الكنيسة زي شهادة الميلاد، والمرد بيكون هللويا. وفي الآخر بنمارس سر الإفخارستية علشان نتغير ونكون أحسن، ومن حياة التوبة يا أصحابي بنوصل لحياة الفرح. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.